نرجع وياكم يا شباب يا بنات بمقطع الثالث. طبعا رقم وتن كل مقطع ويحتوي نصيحة أو رسالة. هذا المقطع الثالث طبعا الانتقاد الثالث اللي صار وموجه لفريق سكيت بس ماية من بعض المحافظات. طبعا يقول بيه هو احنا الحمد لله والشكر ما عندنا شباب وبنات سوية وكذا هيك امور. ليش؟ يعني يعتبرها ظاهرة مو حلوة انه البنية سوق سكيت وصغار وكبار. اضحككم يعني اي بنية من تيم فراشات بس ما ينشرون كلهم ذول نشروا القاهم بالصفحة مالتهم وعلى شرط موثقة واخذ لهم سكرينات. اي بنية تنشر يطبولها انتي واحد عراق، انتي بطلة، استمري، احنا ندعم بالبنات. من ينزل فيديو يناقض نفسه، يعني انت تقول احنا ما نشجع من البنية فلانة وفلانة وفلانة تنشر القاكم كلكم بالصفحة. يعني انت ليش هيك منافق؟ انت شنو هذا النقص بيك؟ يعني شي يسد هذا النقص اللي بيك؟ كون وجه واحد. انا ما اشجع البنات مثلا انتهى الموضوع. مو لين ما عندك انت او البيئة اللي بيها انت او الوضعية اللي بيها انت ما تسمح شباب وبنات من تشوف هيك شي حلو تنتقده لين النقص اللي بيك. بالعكس خليك راي واحد ولا تصير منافق. وهذا النقص اللي بيك سده بشغلات حلوة. سوي لك فريق شلون فريق سكيت بس ماي. لا يلقى تعليقاتك كلها يم البنات. بناتنا فريق سكيت بس ماي القى تعليقاتكم محافظة فلان محافظة فلان. انت اللي نشرت علينا انت نفسك الفيديو اللي انا دا اعلم بيه البنات انت نفسيتك القاك معلق على فلانة فلانة من تصور وتنشر. اثبت لك على رأي يا صديقي وكون على وجه واحد احلى. خلي الناس تحبك لا تخلي العالم تكرهك. تحياتي لكم شباب بنات.